وفعلا بيروح ايدي بروك الصحفي على سجن سان كوينتين، تحديدا المكان اللي فيه زنزانة كلايتوس، وبيبدأ يتكلم معاه وبيسأله ايدي عن السبب اللي كلايتوس عاوزه عشانه، وبيرد عليه كلايتوس انه هينقل رسالته للناس اللي تعرفه وبتحبه عن طريق ايدي، وكمان ايدي بروك هيستفيد جدا من الحكاية دي. وهتكون الاستفادة دي في الأخبار الحصرية عن كلايتوس، واللي مش هيقولها كلايتوس لأي حد تاني غير الصحفي ايدي بروك بس. وبيوصل ايدي بعد كلامه مع كلايتوس انه يكشف المكان اللي كان بيقتل فيه كلايتوس ضحاياه، بس لما بيقابل ايدي بروك المحقق موليجان مش بيقوله على كل اللي وصل له من كلايتوس، وبيحاول انه يهرب من انه يدي اي اجابة كاملة للمحقق موليجان. وموضوع الجثث اللي قتلهم كلايتوس ده بينتشر وبيكون له صدى كبير جدا، وده بيخلي ناس كتير من الصحفيين يقدموا الشكر لايدي بروك. وكمان بيحصل حاجة غريبة بعد الاكتشاف ده، وهي انه بيتلغي الحظر على عقوبة الاعدام في حق كلايتوس، وده بيضايقه جدا. بس وسط النجاح ده بيكون في خناقة تانية صعبة بين فينوم وايدي بروك، وسبب الخناقة ان فينوم اتخنق وعاوز يتحرر ومش عاوز كل وجع الدماغ ده، وبيكون سبب الخناقة بين فينوم وايدي ان فينوم زهق من كتر اكل الشوكولاتة ورؤوس الدجاج عشان يوصل للمادة اللي بيتغذى عليها، وانه عاوز ياكل رؤوس بشرية. وبيروح ايدي للسوبر ماركت، وللأسف مش بيكون فيه شوكولاتة عشان فينوم، وبيضطر انه يتنقل للحل التاني، وهو انه يجيب دجاج لفينوم. وبتجيله مكالمة من صديقته آن بتطلب منه انهم يتقابلوا تاني يوم، وهو بيوافق على المقابلة في الميعاد ده، وفعلا بيتقابلوا في الميعاد، وبتكون المقابلة باردة جدا وما فيهاش اي كلام. وبيعرف ايدي ان آن اتخطبت لدان صديقها وبيتضايق جدا. تاني يوم الصبح بيكون فينوم خارب البيت عشان يحضر الفطار ومبوظ كل حاجة في البيت، وبيدي لإيدي رسالة البريد بتاعته اللي بيقلب فيها وهو مش مركز ولا مهتم بأي حاجة، لحد ما بتقع في ايده رسالة من المجرم كلايتوس بيعزمه على يوم اعدامه في السجن، وده هيكون اخر يوم ليه في كوكب الارض. وبيحكي له ان حياته مع اهله وهو صغير كانت حزينة ومليانة صعوبات. وبيروح ايدي المكان كلايتوس وبيتكلم معاه، وبيكون كلايتوس متضايق جدا من ايدي لانه كان السبب في تأكيد حكم الاعدام عليه، وبيتمنى له حياة ألعن من الجحيم. ولما بيحاول ايدي انه يفكره بالمشاكل اللي عملها، بيكون رد كلايتوس ان ايدي كان كمان هو فال وحش على كل اللي حواليه، حتى امه اللي ماتت بعد ما ولدته على طول. وفي اللحظة دي بيتحرك فينوم اللي بيضايق جدا من كلام كلايتوس على ايدي، وبيلحق ايدي الموضوع في اخر لحظة.